السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. تعالوا بقى نبدأ روتين جامد جدا جدا، ونروق كده مع بعضنا ونتسهر شوية واحكي لكم على حاجات كتير، واعمل معاكم حاجات كتير، وروتين قوي جدا. اول حاجة انا شلت الفرش اللي على السرير بعد ما العيال مشوا راحوا المدرسة، ورحت ماسكة كده بقى ايه مغيرة فرش السرير ومظبطة الدنيا كده وروقي شقتك وروقي حاجتك ويعني ما تكسليش بعد ما عيالك يمشوا يروحوا المدرسة وترجعي تنامي. عقبال ما هما ما بيرجعوا يكون انت لسه قايمة من النوم، الدنيا بتتبهدل اكتر ما هي ما تكون متبهدلة. لكن عارفة لما بعد ما يمشوا تمسكي كده تروقي وتظبطي شقتك وتظبطي حاجتك وتنامي شوية، بيجوا الدنيا بتتبهدل بس مش بتبقى متبهدلة زي ما هي اصلا في الاساس، انت لسه ما عملتيش حاجة اصلا. فانا كده دلوقتي فرشت السرير بتاعي وظبطته. ايه رايكم بقى؟ سرير فندق صح؟ الملاية والكوفرتة دي انا كنت جايباها من الوكالة. انا بروح الوكالة اقطع القماش بالالوان اللي انا عايزاها وافصله وانا واقفة. حلو قوي، بعمل لكم ريفيو عنه. يعني لما اجي رايحة الوكالة هعمل لكم فيديو وانا بقطع القماش وانا بوديه افصله والالوانات ايه، واخد رايكم في كل حاجة. يعني كده بقى انا خلاص فرشت السرير وبمسح الكومودينو اللي جنبه كده وبظبط الدنيا كده، والاوضه دي خلاص اتشطبت اهين والدنيا بقت تمام. اهم حاجه علبه المناديل دي، علبه المناديل دي لو مش محطوطه على الكومودينو اكنك بصي اكن مفيش حاجه. يعني مش عارفه، المناديل دي لازم اساسي في الشقه. خلاص انا خلصت الاوضه وطلعت بره بقى كده في الريسبشن اللي بره، وطلعت على الطرقه كده. ده كده كان لقطه كده كانت الناس بتعملها معايا فانا ضفتها في الفيديو عشان بس متفكروش ان هي ما راحتش المدرسه، اللي هي راحت المدرسه. وكده بقى بمسح كل حاجة. معايا فوطة نضيفة بمسح بيها التراب، فوطة ناشفة مش مبلولة، لاني انا مش بعمل تنظيف عميق بقى، لا انا بنفض بس. ومسكت بقى البتاع ديت اللي هي الفرو دي، بتنضف جدا بتطلع لك التراب وحلوة جدا جدا جدا. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ قولوا اسمها، الاسم مش هتيجي على بالي خالص. كده خلاص نفضنا التراب ونفضنا كل حاجة. انا بسرع الفيديو لا تفكروا كده ان انا بعمل كده على الهامش وخلاص، لا انا بنضف بعملها بالراحه، بس انا عشان مسرعه لكم الفيديو ما طولهوش عليكم فجاي بسرعه، يعني اكني بعمل بسرعه. كل حاجه مسكت كل حاجه عملتها ونفضت من عليها التراب. احسن ما تمسكي حاجه تنفضي بيها دي اسمها منفضه ولا اسمها ايه؟ الاسم مش راضي يجي في بالي برضو. مسكي بتطلع لك التراب من كل حاجه، حلوه جدا. لا بجد اختراع تحفه، عجبني بصراحه ان هي بس تهفلك التراب من على الحاجه. بس كده وظبطنا الدنيا كده، ومسكت ايه يعني يعتبر نضفت التراب كله. ومسكت الشباك ده كده بصي كان والله فيه تراب كتير، مسكته كده طلع لي التراب اللي فيه كله. ومسكت بقى كل الانتريه والركن والسفرة كله مسكت نفضته كله بالبتاع دي. وهنا بقى مسكت المناديل، علب المناديل كانت فديت، في اللي فدي وفي اللي ايه زي ما انا قلت لكم. الشقه من غير مناديل بحس ان هي ناقصها حاجات كتير. اهم حاجه كل حته بحط فيها مناديل، معرفش ليه. بالذات كمان الكومودينو اللي جنبي اللي على السرير، اللي جنب السرير اللي انا بقعد عليه، الجنب بتاعي عامه يعني. بجد ما بعرفش اعيش في الشقه من غير مناديل. منين ما امشي في حته لازم انا الاقي مناديل في الشقه. ما نقدرش نعيش من غير مناديل بصراحه. والشتا بقى، ومش هقول لكم على الشتا بقى وبرد الشتا. هنا انا حاطه على الترابيزه بتاعه الريسبشن اللي احنا بنقعد فيه، في الليفن اللي احنا بنقعد فيه، حاطه علبه المناديل البيضه دي. والريسبشن اللي بره حاطه واحد عند اللي هي الازاز دي، حطاها عند في الانتريه. واللي هي التانية دي اللي انا حطاها في الانتريه، اروح احطها لكم في الانتريه. بس كده انا حطيتها في الانتريه. ودي انا حطاها في الركنه اللي هي قصاد الانتريه. ودي كده انا حطاها في الليفن اللي احنا بنقعد فيه. بس كده. وكل اوضه فيها برضو علبه مناديل، سواء بقى ليها علبه او ملهاش علبه. وكده بقى يلا نخش على المطبخ، اصعب حاجه واصعب مرحله. بس انا بصراحه طالما المطبخ عندي نضيف يبقى الشقه كلها نضيفه بجد. يعني بجد المطبخ ده اول حاجه بيتعمل في الشقه.
بس عشان هو بالنسبه لي كان نضيف ومفيهوش حاجه، الا بس البوتاجاز هغسله وهلمع الرخامه، بس كان بالنسبه لي نضيف مفيهوش يعني تنظيف كتير. فسبته قلت ايه هخلص تنظيف بره واخش عليه ايه اظبطه. ومسكت كده البوتاجاز غسلته. البوتاجاز ده جميل جدا جدا، واللي خايفه اللي نفسها تجيب بوتاجاز مسطح ازاز وخايفه تجيبه، انا بقول لها على ضمانتي هاتيه، حلو جدا، ده نوع فريش حلو جدا. مجرد ان انت بس تمسكيه كده تغسليه وتمسحيه بيديلك شكل وبهجه في المطبخ رهيبه والله. وانا بطبخ كمان وانا بحط الحلل على البوتاجاز بمسكه امسحه، لو نقطه وقعت على البوتاجاز بمسكه امسحه، بس اهم حاجه تكون فوطه ناشفه ما تكونش مبلوله، عشان الازاز دوت بعد الشر ما يحصلوش حاجه. لان هو حراري، بس عشان برضو ما تعمليش بفوطه مبلوله يجراله حاجه. خلصنا البوتاجاز ورسلنا الحاجه بتاعته، مسكت الرخامه كده لمعتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. وزي ما انا قلت لكم انا ما بخليش المطبخ وسخ، ما بخليش فيه مواعين وسخه كتير. وممكن المواعين اللي انا هدعكها دي كانت بتبقى بتاعت ايه، امبارح كده الاولاد شربوا حاجه عملوا حاجه، انا شربت كوبايه حاجه فطرت مش عارف ايه. انا بقى ما بعرفش اكل افطر الا لما اخلص اللي ورايا كله، اخلص اللي ورايا واروح عامله فطار كده بسيط، كوبايه نسكافيه، كوبايه آه، شاي بلبن، مع سندوتش، بس مش بعمل بقى فطار اللي هو الفطار والكلام ده لا. وساعات والله بعد ما بخلص الترويق بتاعي بروح برضو اقول انام شويه ومش مشكله وما افطرش، مع انه غلط بس يعني بتغاضى يعني عادي كده. خلاص المطبخ خلص زي ما انا قلت لكم ما فيهوش تنظيف عميق. بس تعالوا بقى ايه نشوف بقى ننقي بقى مج بقى كده نعمل فيه كوبايه قهوه كده. انا اخترت الفنجان دون. انا مش عارفه انا بشغل انا بشغل الكاتل. انا هعمل قهوه اللي هي القهوه الكشري، مش هعملها مغليه لان انا عندي دور برد وعندي احتقان في الزور. فواحده صاحبتي الله يبارك لها قالت لي اعملي قهوه كشري وعصري عليها ليمونه، فروحت عاملاها. قالت لي اعمليها 3 مرات في اليوم، الاحتقان في الزور والبرد اللي عندك هيبقى يعني هيروح. وبجد بجد عملت الطريقه دي حلوه جدا. اللي عندها برد واللي عندها احتقان تعمل كوبايه القهوه الكشري دي وتعصر عليها نص ليمونه وشكرا على كده. وعملتها وشربتها، قعدت بقى شربتها كده ومخمخت وخلصت. تعالوا بقى اعمل لكم بقى ريفيو كده في الشقه كلها بعد ما مسكتها خلصتها. انا زي ما قلت لكم انا ما فطرتش، انا شربت كوبايه نسكافيه لان انا عندي برد ومش مستطعمه اي حاجه، فقدت الشم وفقدت المذاق الحاجه كده. بقى امسك اشغل بقى الجهاز بتاعنا دون كده، بشغله يطلع لي كده المعطر اللي انا حاطاه فيه حلو جدا. ومسكت بقى كده بالبخاخه بتاعتي برضو كده على الستاره وعلى المخدات بتاعتي كده رشيت عشان تبقى الشقه ريحتها حلوه. بس خلصت كده اوريكم بقى بعد ما اطفي البتاع اللي هي بتاعت المعطر دي، بترش معطر وبتعمل اضاءة حلوة جدا، تحس ان هي اضاءة رومانسية كده، حاجة كده رومانسيكي كده وجميلة، تحس كده بجو شعري حلو وبتهدي الاعصاب كده. خلاص خلصت كده زي ما انتم شايفين وقفلت المطبخ، وهوريكم المطبخ بعد ما خلصته بس كده. واهم حاجة انا بقولك اهم حاجة لازما مطبخك يبقى نضيف، ما تناميش مطبخك وسخ. والترابيزه دي لسه عاملاها، هي كانت معموله مع المطبخ بس الراجل اللي كان عامل لي المطبخ ما كانش عملها وقال لي هعملها لك عشان عندي ضغط شغل، هعملها لك بعد العيد. لسه يا دوب معموله بقالها 5 شهور، لسه يا دوبا جايبها لي وعاملها له ومركبها لي. برضو بتنفعني في حاجات كتير. اهم حاجه يبقى الحوض بتاعي يبقى ناشف ما فيهوش نقطه ميه، بكره الحوض المبلول. روقي وخلصي ونشفي حوضك اهم حاجه، زي ما هتنشفي رخامتك نشفي حوضك. وكده الحمام برضو انا عملته ومسكته صبنته وغسلته وخلاص كده. انا بس بعمل لكم بس ريفيو عن الشقه بعد ما خلصتها. وكل حاجه بتعمليها طفي الانوار بتاعتها كده. الاولاد بقى جم من المدرسه واتغدوا وقالوا هننام شويه عقبال ما مواعيد الدروس بتاعتهم تيجي. مسكت لميت الدنيا وطلع بقى كوبايه القهوه بتاعتي، ما كنتش لسه شلتها لاني نمت مطرح سما كده، رحت نايمه. وهما جم لقوني نايمه، لقوني نايمه
راحوا ايه نايمين جنبي، قلت لهم مش مشكله ناموا، وكل واحد برضو يقوم يروح ايه درسه. وكده الليل جه بقى وخلاص احنا خلصنا يومنا، وبوريكم ان احنا كده بقينا بالليل. ويعني بوريكم اليوم من اوله، من ساعه ما صحيت الصبح لحد ما الاولاد جم المدرسه، دي عربيه جوزي بتاعت الشغل، لحد ما الاولاد جم من المدرسه وناموا شويه وراحوا دروسهم، وعملت الغدا واتغدينا وخلصت، ومسكت تاني الشقه ظبطتها وطفيت الانوار، والشقه نضيفه هي ونايمين فيها نضيفه. واهم حاجه انا ما بحبش الشقه اكون نايمه فيها مش حلوه، واشغل القران بتاعي كده بقى وعليه في الشقه، وكل واحد ينام في اوضته وبقى في اوضته بس كده. كده انا عملت كوبايه قهوه تاني بعد ما اتغدينا وخلصنا وجي الليل. عملت كوبايه قهوه بلبن تاني، قهوه بلبن قهوه بليمون، لاني قالت لي اعمليها 3 مرات في اليوم، فانا عملتها مره الصبح معاكم، ومره بعد ما الاولاد جم من المدرسه، ومره دلوقتي بالليل بعد ما كلنا. زي ما انا قلت لكم، خلصي مطبخك، هتشطفي حاجه، هتشطفي اي حاجه وتغسلي مواعينك، خلصي وامسحي الحوض كده، ما تخليش فيه نقطه ميه، اهم حاجه. بجد الطريقه دي بتهدي نفسيتي، او اول ما ابص كده في الحوض وما الاقيش نقطه ميه في الحوض، نفسيتي مرتاحه. وكده خلاص ارجع المج تاني مكانه او الفنجان، وظبطت المطبخ. والله انا عملت الغدا واتغدينا وخلصنا، انا عامله معاكم المطبخ ده من الصبح. كده انا عملت الغدا واتغدينا ومسكته ورتبته تاني ورجعته زي ما كان، وطفيت الانوار بتاعته. وهنا بقى زي ما قلت لكم الجهاز ده بتاع المعطر، بصوا بيعمل لي جو حلو جدا. باجي بقى خلاص انام بطفيه بايد واطفيه. عملت لكم الجو الشاعري ووريته لكم. تعالوا بقى نعمل كوبايه قهوه كده وتمخمخ في النافوخ، عشان بجد انا خلاص انا شربت 3 مجات 3 فناجيل قهوه النهارده بالليمون. قلت بقى اعمل واحده باللبن كده واقعد اروق دماغي، والولاد ناموا والدنيا نضيفه والدنيا تمام، واقوم الصبح اوديهم المدرسه، وممكن ما اعملش حاجه بكره برضو طول النهار الا الغدا بس. كده كوبايه القهوه بتاعتي بقى كده اخدها واخش اوضتي واقعد كده بقى واروق مع نفسي في الشتاء اللي احنا فيه ده. ويا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، والروتين بتاعي الجامد ده يكون عجبكم. واعملوا زي ما قلت لكم، ولادكم يمشوا من المدرسه اعملوا اللي وراكم عقبال ما هم يجوا. ما تنسوش تحطوا لايك جميل للفيديو ده، وتكتبي كومنت حلو ليا. باي باي.